ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى سمك مقلي، وهنعمل جمبري، وهنعمل فيليه برضو مقلي، وهنعمل جنب منه شويه رز صياديه. تعالى بقى نشوف، يلا نخش على المقادير بسرعه بسرعه كده. النهارده عندنا جمبري انا جايباه ومنضفاه وحايشه منه الظهريه الرمله بتاعته. وخدت القشر بتاعه وعملت منه الشوربه عشان اعمل منه الرز بتاع الصياديه، بيبقى طعمه حلو قوي. تعالى بقى نخش يلا على المقادير. عندنا هنا شطة، حبهان، كمون، بصل بودر، توم بودر، بابريكا، ملح، فلفل اسمر، وهنا كركم. ده للمواد الخلطة الجافة يعني اللي احنا هنعملها. وهنحط عليهم معلقة بيكنج باودر، وهنحط هنا للجمبري الخلطة بتاعت السمك، ومعلقة شبت كده صغننة او حبة يعني صغيرين مش كتير. وهنا فصين توم مفرومين، وكوبايتين دقيق، ونص كوبايه نشا. تعال نخش بقى نعمل الاول المواد الحاجات الجافه اللي احنا هنحطها مع بعضها الاول. على طول جبنا طبق اهوت، وهنحط معلقه كوبايتين الدقيق على نص كوبايه النشا، وهننزل بالبهارات دي كده كلها، التوابل دي كده كلها. حاسه ان الطبق ده صغير، حاسه انا عايزه اجيب طبق اكبر. وهنحط معلقه بيكنج باودر كبيره. احنا هنا حطينا البيكنج باودر، هنقلب كده بالمعلقه، ندخلهم كده كله في بعضه. وبعد كده هنروح نعمل الحاجات السائله اللي احنا هنعملها للجمبري. انا مش عارفه ليه انا متلخبطه، والعيال عاملين دوشه حوالين مني، انا اسفه للازعاج. قلبناه. دلوقتي بقى احنا هنجيب الجمبري نحطه اهوت، نحط عليه معلقه كبيره كده توم مفروم، بتشبت، نعصر عليه عصره ليمونه، وهنحط حبه فلفل، حبه ملح مش كتير، وبرده فلفل اسمر مش كتير، اللي حابه تزود تحط. وهنحط ده بقى من الخلطه بتاعه السمك ديت، هنحط منها قد معلقه كبيره كده، بس كده ونقلبهم في بعض. واهوت احنا كده خلاص قلبناه، نفس ما عملنا في الجمبري هعمل في سمك الفيليه. هجيب بقى دلوقتي طبق تاني، وهعمل نفس اللي انا عملته في الخطوات بتاعه الجمبري هعمله في السمك الفيليه، وهتبل السمك البلطي وارجع لكم بقى. يلا تاني. دلوقتي بقى هنعمل الحاجات السائله اللي احنا هنحط فيها الجمبري والفيليه. هجيب بيضتين، وهاخد من الخليط اللي احنا عاملينه في الاول خالص، هاخد منه حبه عشان هنا كميه كتيره. لو انت عشان انا عندي كميه قليله يعني، فانا زودت قوي في الكميه دي، لكن انت لو عندك كميه اكبر اعملي نفس الخطوات ديت نفس الخطوات دي، نفس اللي انت هتعمليها تاني في المواد السائله دي. نحط حبه ميه، حبه ملح، حبه ميه، ونقلب اهو كده لحد ما كله يتجانس مع بعضه، ميبقاش فيه تكتلات. تقريبا المعلقه دي مش نافعه، نجيب مضرب. برضه في المضرب سبحان الله احسن بكتير من المعلقه. خلاص كده مبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه خالص. هجيب بقى دلوقتي كده الجمبري هنشوف هنعمل ايه. هنجيب كده جمبريه نحطها هنا كده في الدقيق، بعدين نحطها في الماده السائله ديت تاني اهو. ممكن نطلعها تاني ونرجعها تاني للدقيق. دي بتخليها بقى ايه، مقرمشه وحلوه قوي.
وهكذا بقى نخلص الكميه اللي عندنا هي والسمك الفيليه وارجع لكم تاني. بص يا بنات احنا خلاص خلصنا الكميه اهيت. على فكره انا زودت تاني دقيق وخلطه اللي انا عملتها عشان خاطر الدقيق ما كانش مكفي فزودت تاني. دلوقتي احنا خلاص خلصناها اهوت بقى، نحطها يلا في التلاجة شويه عشان ايه الطبقه اللي عليها تتماسك وما تفكش مننا واحنا بنحمرها. يلا بينا. جمبري مشوي، جمبري طازة علشان تاكله خد له اجازة. جمبري جمبري مشوي، جمبري جمبري طازة، جمبري جمبري مشوي، جمبري جمبري طازة. قرب خد كم جمبرية هيا واعمل بارتي مهازيم، وادي الواحد واحدة كفاية علشان مشوي، جمبري طازة علشان تاكله خد